قبل هذه المأساة كنا في أزمة ثورة، ولكن الأزمة يوض أن نحلها تحولت إلى مأساة. لماذا؟ لأن التجاذبات الحزبية تفوقت وتمكنت من النفوذ أكثر من واجب بناء الدولة ما بعد الثورة. الأصل سيد الرئيس ما كان ليكون في هذا المجلس معارضة وسلطة، لأن كلنا هنا لإعادة بناء الدولة التي انهارت تحت أقدام الثورة. ولكن بما أن خرجنا على الهدف الذي جئنا من أجله ورفعنا الشعب من أجله إلى هنا وانطلقنا إلى الأحزاب، تكونت حزبيات معارضة وترويكا، وأصبح الصراع على السلطة ولا شيء أكثر من السلطة، وضاعت الثورة في هذا الصراع. فأبدأ من مغادرة القاعة. لو أن هؤلاء كانوا يحترمون أنفسهم والشعب الذي رفعهم إلى هذا المكان والمهمة التي كلفهم بها، ما كانوا ليغادروا، لأن النائب في المجلس التأسيسي يفعل هنا وينشط هنا ويتحدث هنا ويستدعي السلطة، كل السلطة، رئيس الجمهورية والحكومة وحتى إبليس يستدعيه إلى هنا ويحاسبه ولا يذهب إلى الشارع. هؤلاء الذين ذهبوا إلى الشارع هم أناس لا يشعرون بالمسؤولية ولا يستحقوا أن نحملهم مسؤولية، ولا يجب أن يكونوا في هذه القاعة. هذا أولا. اثنين، 23 أكتوبر فتح باب أمل الثورة، ولكن الذين نجحوا والذين صوت لهم الشعب هل شاركوا في الثورة؟ أقول لا وألف لا. ولم يخرج الأحزاب السياسية إلى رحاب الثورة إلا بعد العفو الذي أصدره محمد الغنوشي، وأصبح هؤلاء الأحزاب والثوار سواء في الداخل أو في الخارج مطمئنين وأتوا إلى تونس وظهروا في الشارع. إذن الطيف السياسي كله بما فيه الحزب الذي كنت أنا فيه لم يشارك في الثورة، وإنما هنالك أشخاص شاركوا في الثورة، كما هو في منظمة الشغل الشعب والعمال شاركوا في الثورة، والقيادة كانت إلى آخر لحظة حليف لبن علي. وهنا جاءت الأزمة متاع الاتحاد سأتكلم عنها. فعوض أن ننصهر في الثورة ونذهب إلى القصبة ونشارك في الثورة، ذهبنا إلى جثة نظام بن علي وشاركنا في الأحزاب في الحكومة متاعها. قيادات سياسية شاركت في الحكومات التي رفضت الثورة، وهذا هو العيب الكبير، وهذه المأساة نعيش فيها الآن. في الحملة الانتخابية ماذا قلتم؟ قلتم للشعب سنفعل لك كذا وكذا وكذا وكذا، وأنتم تدركون أو لا تدركون أنكم غير قادرين على فعل ذلك، لأن هذه مرحلة بناء الدولة وليست التنمية وما تتحدثون عنه. هذا هو الإشكالية وهذه الأزمة. ولكن والأسف الكبير أن 23 أكتوبر أصبح مدخلا للسلطة وليس مدخلا للثورة، وليس مدخلا للإصلاح، وليس مدخل لإقامة الجمهورية الثانية. ورأينا هذا في بناء الدستور كيف تعطلت الأمور، لأن الأحزاب السياسية كانت تريد أن تصنع الدولة التي في رؤوسها وليست الدولة التي تطلبها الثورة، وهذا خطر كبير، وهذا ناتج عن هذه الأزمة. ثم ماذا يطلب الشعب اليوم؟ الشعب اليوم يطلب العدل ويطلب الأمن ويطلب محاسبة الذين أرهقوه وأهانوه قبل الثورة. وماذا يرى؟ يرى أن العدل غير موجود، لأن وزارة العدل أصبحت حكرا على صاحبها يفعل بها ما يشاء. ثم الأمن غير قائم، لأن الأمن يتخذ في اللحظة المناسبة وما يتخذ اليوم لا يتخذ غدا. والذين داسوا على هذا الشعب
أصبح نصفهم أو يكاد مقرب وفي مكانة علية ويمارس السلطة، بل فيهم من هو يشرف على الحوكمة وإصلاح الفساد أكثر من هيك. فماذا حصل؟ جاءت حاجة أخرى وقالوا أي مش نحوطوا الثورة ونحتضناها ونحميوها من شكون؟ يا سيدي الثورة نحميوها من أنفسنا، احنا اللي نعتدي على الثورة بهذه المواقف وبهذه الإجراءات، ولكن دع الشعب يحمي ثورته ولا ندخل في هذه المتاهات. وأخيرا أقول وأذكر، قالت العرب قديم: الخمر يذهب بالعقول والسلطة تذهب بالرؤوس، ويا للأسف فينا من سكر بالسلطة وبالخمر في آن واحد في هذه التركة اليوم. ولذا يا سادتي يا زملائي، انتبهوا وعودوا إلى ثورتكم ودع عنكم أحزابكم إن كنتم راشدين. والسلام عليكم. شكرا.